تقول ايه للمصريين النهارده في عيد جلوس البابا تودرس على الكرسي؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين وعيد بخير، واحسن ناس اصلا المسيحيين دول كلنا عيد واحدة. ربنا يزود من سنينه أزمنة مديدة. أحب أقول له ربنا يدوم كهنوتك ورعايتك لكنيستنا، وصلي لنا كلنا إن ربنا يحفظنا ويذكرنا أمام عرش النعم. اليوم ده يوم تاريخي ما يتنسيش. من 4 سنين أثبتت في الكنيسة إن هي قادرة على النظام، قادرة على الشفافية، إن إحنا نقدر نواجه أي صعوبات تقابلنا. فعلا كان يوم عيد فرح لينا، إن بعد الحزن اللي مريناه بسبب انتقال البابا شنودة ربنا جاب لنا بطرك راعي حكيم دقيق منظم. فعلا لا، ده يوم فرح لكل المصريين قبل الأقباط. كل سنة وهو طيب بابا تودرس طبعا. ده الشعب المصري كله طبعا بيحبه. كل سنة وانت طيب يا سيدنا. كل سنة وهو مليون طيب، ويديه النعمة والصحة ويديه حكمة فوق حكمة، واللي عال سيدنا الأنبا شنودة يعوله. سنة وانتم طيبين، والمصريين عامة والمسيحيين كل سنة وانتم طيبين، وعقبال 100 سنة يا رب، وربنا يكرمه ويديه الصحة. كل سنه وانتم طيبين، والاخوه الاقباط طيبين، ويعني اتمنى من الله ان احنا نكون مصريين ايد واحده، مفيش فرق بيننا، احنا كلنا في الاول وفي الاخر مصريين. الوطن اللي لنا كلنا، اما الدين دي حاجه بيننا وبين ربنا.